طبعا لسه لغايه دلوقتي في ناس كتيره منكم مفكره ان كليه الطب كليه القمه الوحيده، ولو انت ما جبتهاش خلاص بقى مستقبلك اتدمر وضاع. بس الحقيقه ان في كليات تانية بتفتح ابواب اوسع بفرص شغل اسرع وحياه متوازنه اكتر. فلو انت مجموعك اقل من 80% فانت لسه عندك اختيارات كتيره وجميله جدا هقولك عليها في الفيديو ده باذن الله. بس قبل بقى ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده اتاكد ان انت مشترك في القناه، علشان باذن الله الفيديوهات اللي احنا هننزلها الفتره الجايه قويه جدا وهتنفعك. يلا بقى نتوكل على الله ونبدا في الفيديو بتاع النهارده. واول كليه معانا هي كليه الزراعه. كليه الزراعه حرفيا مطلوبه جدا في سوق العمل، كل التخصصات. بص، كليه الزراعه مجموعها مناسب في اواخر السبعينات، والكليه دي زي كليه مثلا زراعه اسكندريه الشاطبي فيها 19 قسم. فيها قسم الوراثه، فيها قسم الصناعات الغذائيه، فيها قسم الالبان، فيها قسم الانتاج الداجيني والحيواني، فيها قسم طب نبات اللي هو امراض نبات، وفيها قسم المبيدات اللي هو قسم الكيمياء، وقسم البيزنس اللي هو رياده الاعمال، وقسم الاراضي، قسم الخضر، قسم الفاكهه، واقسام كتيره جدا موجوده في كليه الزراعه. ده غير اللاندسكيب، غير الهندسه الزراعيه، ده غير كمان ان في لغات، زراعه لغات، يعني ممكن تاخد الماده بالانجليزي، ودي طبعا مطلوبه جدا في سوق العمل برضه. والكليه دي بتبقى 4 سنين، بتدرس بقى فيها مواد كيمياء زي الكيمياء الطبيعيه، الكيمياء التحليليه، الكيمياء الحيويه، والكيمياء العضويه، وبتاخد مايكرو اللي هو احياء دقيقه، بتاخد زولوجي، بتاخد تشريح، بتاخد ماده الاراضي، بتاخد دواجن، بتاخد اسماك. انت بتاخد كل حاجه حرفيا، بتاخد خضر وفاكهه ومحاصيل كمان. فدي كليه الحياه، مجموعها مش قليل، مجموعها في نهايه السبعينات، يعني وانت داخل على 80% كده. طيب تاني كليه معانا بقى هي كليه التمريض ومعهد التمريض. طبعا الكليه حاجه والمعهد حاجه، بس الاثنين فيهم شغل بعد التخرج. طبعا بقى كليه التمريض بتبقى 4 سنين ومعاك سنه امتياز بعد ال4 سنين، وبتبقى بعديها اخصائي تمريض، بتدرس فيها تشريح وفسيولوجي وتمريض بطني وجراحي وتمريض الاطفال وصحه الام والوليد والكلام ده. وكليه التمريض المجموع بتاعها في نهايه السبعينات، يعني برضو زي كليه الزراعه في نهايه السبعينات لحد بدايه الثمانينات. نيجي بقى المعهد التمريض. المعهد ده بيكون عباره عن سنتين، وبتاخد بعديه 6 شهور امتياز، بتتعين بعديه فني تمريض. ركزوا، فني تمريض مش اخصائي. الاخصائي ليه فرص اكتر في سوق العمل وفرص اكتر في السفر، والمرتب بتاعه بيكون اعلى. لكن الفني اللي هو معهد مش كليه بيشتغل بس المرتب بيكون اقل، فرصه الماجستير والدكتوراه اقل. حتى تسمع اللي بيقولك انت لو جبت امتياز سنتين في معهد التمريض ينفع تحول لكليه التمريض وتبدا من سنه تانية عادي. ينفع تجيب امتياز في معهد التمريض وتحول على طول على كليه التمريض علشان تنزل اخصائي مش فني. والمجموع بتاع معهد التمريض ده المجموع بتاعه بيبقى في بدايه السبعينات، يعني من اول ال70 وانت طالع بشويه، ده المعهد. لكن الكليه في نهايه السبعينات. فلو انت عايز تخش كليه تمريض او معهد تمريض على حسب مجموعك فماشي، اختيار موفق ليك باذن الله. وتالت كليه معانا النهارده هي اقسام معينه في كليه الاداب. اقسام معينه في كليه الاداب، خلي بالك ركز، انا ما قلتش كليه الاداب بشكل عام، لا كليه الاداب بشكل عام. الاقسام التانية اللي مش هقولك عليها في الفيديو ده ما برشحهاش، يعني الفرص بتاعتها قليله جدا. لا، اقسام معينه في كليه الاداب زي ايه؟ ركز كده معايا وجيب ورقه وقلم. اول حاجه اداب قسم صيني. اداب قسم ايه؟ قسم صيني. عارف ليه؟ لان قسم الصيني ده اعلى قسم في كليه الألسن. المجموع بتاعه مش عالي، الدراسه بتاعته صعبه، الشغل بتاعه مطلوب جدا، المرتب بتاعه عالي جدا. وعندك كمان اداب قسم اللغات الشرقيه. اداب ايه؟ قسم اللغات الشرقيه اللي هو العبري والفارسي والتركي. وخلي بالك العبري بالذات مطلوبه جدا 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 في سوق العمل. لغه صعبه جدا، هتطحن نفسك في المذاكره، يبقى لازم تخلي بالك، هتطحن نفسك في المذاكره وتاخد كورسات كتير جدا وتدفع فلوس، بس هتتخرج هتشتغل وهتقبض مرتب عالي جدا جدا جدا. يبقى الصيني والعبري، الصيني والعبري. والكليه الرابعه اللي هقولك عليها النهارده كليه الاثار. كليه ايه؟ كليه الاثار. كليه جميله برضو، مجموعها كويس مش عالي قوي، فيها اقسام حلوه زي قسم الاثار الاسلاميه وترميم الاثار، وقسم الحضارات القديمه والاثار اليونانيه والرومانيه. والكليه دي طبعا ليها فرص عمل كتير جدا في المتاحف وشركات السياحه ووزاره الاثار وهيئه الاثار. بس الكليه دي فيها عيب خطير جدا، عيبها الوحيد اللي انا شايفه حرفيا اللي ممكن يكون عقبه قدام ناس كتير جدا، اللي هي عايزه واسطه او مسابقه حكوميه علشان تشتغل بيها. يا اما عايزه واسطه يا اما مسابقه حكوميه، تخش مسابقه حكوميه وتكسبها، حاجه زي الواسطه كده عشان تشتغل بيها. انت هتشتغل في متحف يعني في اثار بمليارات، فلازم يكون ليك مواصفات معينه وكمان لازم تكون متفوق فيها. طيب ايه بقى الكليات التانية اللي مجموعها مش عالي وهتكون مناسبه ليا؟ كليه التجاره. وخلي بالك تجاره انجليش، انا ما قلتش تجاره عربي، خلي بالك انا بقول لك تجاره انجليش، لازم يكون معاك مؤهل انجليزي. واقول لك على حاجه، نصيحه مني، اي كليه في الدنيا ما معكش مؤهل انجليزي انت مرمي في الزباله. مفيش حد في الدنيا هيرضى يشغلك، وبيني وبينك لو رضى يشغلك يبقى عبيط، يبقى راجل بيخسر نفسه بنفسه.
اي كليه في الدنيا مش معاك انجليزي خلاص انت مرمي في الزباله. يعني دي نصيحه لوجه الله، وبرده نصيحه مني لوجه الله، لوجه الله تعالى، لازم في الكليه دي بالذات تنحت في الصخر. عارف ليه؟ علشان الكليه دي كليه الشعب، الكليه دي لما جدا، العيال بتقعد على حجر بعض في الكليه، كليه التجاره بالذات، فلازم انت تكون احسن نسخه من الناس اللي موجوده في الكليه دي، لان مش كله بيتاخد لسوق العمل في الكليه دي، لان الباقي اكتر من 3/4 الكليه مش هيشتغلوا بالكليه دي بالذات. فكليه تجاره انجليش عايزه مجهود، وتجاره عربي كلهم ما بيشتغلوش. خلاص انا ريحتك، الا بقى لو انت هتاخد كورس انجليزي بعد ما تخلص علشان تسبق غيرك، وبرضه تضمن مكانك ووجودك في وظيفه محترمه تقدر تعتمد عليها علشان تامن مستقبلك. وبس كده. ودول كانوا بعض الكليات اللي انا شايفهم مجموعهم مش عالي قوي وكويسين جدا ومطلوبين في سوق العمل، بس عايزين اجتهاد. وبرضه لو عندك اي سؤال عايز تسال فيه سيبولي في الكومنتات وانا هرد عليه. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.